دلوقتي الزمالك خسر من فاركو 3-0. بس يا ترى المرة دي مين السبب؟ السحر والشعوذة، ولا محمود الخطيب، ولا اتحاد الكورة، ولا الإعلام، ولا فريرة، ولا أسامة نبيه اللي أنا مشيته من أسبوع وقلت إن اللعيبة بتشتكي منه ومش عاوزاه؟ للأسف هي دي الطريقة اللي بتضرب بيها نادي الزمالك من 2005، من وقت ما مسك رئيس النادي الحالي، وهو دايما شايف إن دي الأسباب الحقيقية لتراجع النتائج. عمره ما شاف نفسه غلط، وعمره ما شاف إن هو صاحب المشكلة وهو السبب في تأخر أو تراجع نتائج الزمالك في السنين اللي فاتت. المشكلة إن بيدخل الزمالك دايما طرف في نزاعات وفي مشاكل هو ملوش علاقة بيها، ودايما الزمالك هو اللي بيتعاقب. وآخرهم مشكلته مع اتحاد الكورة اللي بالمناسبة ساب 31 يوم، اللي راحوا يسجل 3 لعيبة قبل قفل القيد بتلت ساعة، اللي بالمناسبة ممكن كان الاتحاد يأيدهم، بس عشان المشاكل اللي بينه وبين رئيس النادي دخل الزمالك فيه طرف. ودلوقتي جمهور الزمالك والزمالك هو اللي بيتعاقب وهو اللي بيحاسب على مشاريب رئيس النادي. رئيس النادي اللي طلع علينا من اسبوع ومشى المدير الفني بعد اجتماع مجلس الإدارة، وكان القرار بالإجماع ان يمشي فريرة عشان اللعيبة بتشتكي منه وبتشتكي من تدريباته. النهاردة فريرة كان قاعد على دكة المباراة، فالمدير الفني مشي في ايه ورجع في ايه محدش عارف. تقريبا عشان الشرط الجزائي، تقريبا عشان يداري على فشلهم الإداري، تقريبا عشان الراجل ده يشيل الليلة ويشيل فشل مرتضى وعياله. من الاخر كده الراجل ده رجع عشان الشرط الجزائي وعشان هم معهمش فلوس يدفعوا. من الاخر كده ان الراجل ده رجع عشان يداري على فشلهم الاداري، عشان هم ما قدروش يجيبوا صفقات، عشان في الاخر يقول الجماهير هي اللي طلبت بعودة الراجل. من الاخر كده الراجل جاي عشان يشيل الليلة. مشكلة الزمالك على مر العصور عمرها ما كانت في اللعيبة ولا في المدير الفني، المشكلة في الإدارة. وأكبر شاهد على كده من 2005 لحد 2023. الزمالك مش مرتضى وعياله، الزمالك مش ممدوح عباس، الزمالك مش أحمد سليمان، الزمالك مش أسامي، الزمالك نادي كبير ونادي عريق غصبا عن أي حد. الزمالك كبير بجمهوره وبتاريخه، شاء من شاء وأبى من أبى. وفي النهاية الزمالك ملوش رموز، الزمالك ملوش ولاد نادي، الزمالك له جمهور هو الدرع والسيف، وأنا واحد منهم.